واخيرا حلواني العبد جه اسكندريه. عايز اقول لكم عامل ضجه رهيبه، عامل صرح مش فرع، مكان شيك قوي قوي، زحمه بالضرب. انا جبت منهم شويه حاجات كده عشان نشوفوا بقى هل هو يستحق الزحمه ديت ويستحق الضجه دي كلها ولا لا. مبدئيا ده الريسيت بالاسعار وكل حاجه. حاجتين بس انا مجربهم من العبد والاثنين بصراحه كانوا تحفه. الكوكيز بتاعتهم طبعا اللي موجوده في اي ماركت، والايس كريم بتاعهم بصراحه انا كنت مجربه في القاهره قبل كده كان تحفه، وجربت برده فرع محطه الرمل امبارح كان رهيب، والبوله كانت ب 30 جنيه اي طعم بقى، فستق شوكولاته اي حاجه. خلينا نبدا اول حاجه بجزء المخبوزات. اول حاجه ده الباتيه بالجبنه، شكله تحفه جدا جدا. طعمه حلو، بس طعم الزبده فيه باين قوي 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 في العجين، محطوط فيه جبنه تركي حلو بصراحه. تاني حاجه الكرواسون، شكله برده حلو قوي، واو بيدوب في بقك. اللي بعده البيتزا، والبيتزا على فكره شكلها حلو قوي، بس منظرها عامل ازاي، لها من فوق زعتر كده، لازم تتاكل من هناك، دي خطيره. بقى ايه الجاتوهات والحاجات دي، سينابون كراميل، ما لقيتش بالشوكولاته، شكله تحفه.